بن مرزوق عن وظيفته كمهندس من أجل تحقيق حلمه بالترحال من تونس إلى الصين على دراجة هوائية، وذلك بهدف حماية الطبيعة. هل سبق لك أن تخيلت السفر من تونس إلى الصين على دراجة هوائية؟ وكم تحتاج تلك الرحلة من الوقت؟ عرفات بن مرزوق شاب تونسي يبلغ من العمر 31 عاما، وصل إلى بكين في 14 من شهر الحالي، وهي المحطة الأخيرة في رحلته الطويلة بالدراجة الهوائية، والتي بدأت من تونس العاصمة قبل 10 شهور تقريبا. أنني في تونس، أنا بخصوصي بتكويني الأكاديمي أنا مهندس في البيئة، وعندما قررت أن أسافر بالطريقة هذه أول حاجة خممت فيها أنه باش نسافر بطريقة اللي تنجم تكون أكثر بيئية ممكنة، اللي اخترتها هي الدراجة. وقال عرفات إن المغزى من رحلته التي أطلق عليها اسم وات بايك هو الترويج لحماية الطبيعة والحفاظ على الأراضي الرطبة ومواردها، لكن ذلك لم يكن الهدف الوحيد الذي دفعه للقيام بمغامرته هذه. الطريق في حد ذاته هو هدف، لأن في الطريق هناك المعرفة التي لا نستطيع أن نتعلمها في أي مدرسة وفي أي جامعة، معرفة الحياة ومعرفة الطريق ومعرفة المغامرات. وانطلقت رحلة عرفات من تونس، ثم عبر البحر الأبيض المتوسط إلى إسطنبول بطائرة، وبعد ذلك جاب تركيا وجورجيا وأذربيجان وإيران وأفغانستان وأوزبكستان وكازاخستان، وأخيرا الصين. النهار على الدراجة والليل في الخيمة، ربما كان هذا التعبير الأقرب لوصف حاله خلال تجواله الطويل هذا. ودائما ما ينشأ إحساس فريد عبر التجارب الفريدة في الحياة. الإحساس الذي طالما واكبني هو الإحساس بأنني أنا أنتمي لهذه الأرض باختلاف الدين والعرق والجنس. أنا أرضي إذا صحت العبارة. وقام عرفات بتوثيق مغامرته وأحداثها عبر صور نشرها خلال سفره في صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي. وبعد عودته إلى تونس، أول ما ينوي القيام به هو جمع كل ما تعلمه وشاهده في هذه التجربة بكتاب سيصدره لاحقا، إذ يبدو أن نهاية هذه الرحلة الراعية كانت بمثابة بداية جديدة بالنسبة لهذا الشاب النشيط. أستطيع أن أقول أن العالم جميل، وفي العالم المشاكل قليلة إذا نظرنا بصورة عامة. إذا تريد أن تنظر إلى المشاكل وإلى الأتعاب يمكن أن تنظر إليهم، ولكن أستطيع أن أقول أن ما هو جميل وما هو مفيد أكثر بكثير من ما هو مسيء وسيء وما هو قبيح. وأنا أريد أن أنظر إلى الجمال، وأنا عاشق للجمال.